جولة من داخل منزل الجميلة نانسي عجرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تثير منازل الفنانين والنجوم من حيث التصميم والديكورات الداخلية والخارجية فضول الكثير من المعجبين، ولكل فنان أو فنانة ذوق واختيار في ديكور المنزل الخاص بيه. فالبعض يعشق الكلاسيكية والرقي، والبعض الآخر يفضل الطابع المودرن والعصري. ومن النجمات اللي بتفضل الديكور المودرن وبعض اللمسات الكلاسيكية الفخمة وهي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. منزل الفنانة نانسي عجرم واللي بيقع في مدينة بلونة، وهو عبارة عن فيلا كبيرة مطلة على مدى واسع من الخضرة، وبيتضمن حوض سباحة ضخم وألعاب في الحديقة لأطفالها يسيطر عليها من الداخل اللون الأبيض، ويوجد بها صالة للرياضة وصالة للسينما والساونا وصالون تجميل. وبيتميز ديكور منزل الفنانة نانسي عجرم بطابع مودرن شديد العصرية والبساطة، وكمان بيتميز من الخارج بالتصميم المعماري والعصري وخطوط هندسية حديثة للمبنى كله. ونرى في الحديقة مساحة من الخضرة يتوسطها جلستين، واحدة للجلوس والاسترخاء. ومن داخل المنزل يوجد غرفة الاستقبال المودرن المجهزة ببعض الكنبات المبطنة بالجلد، وكمان يوجد بعدها غرفة الطعام أو غرفة السفرة الكبيرة، واللي بتتميز بمنضدة طعام ومجموعة من الكراسي المعدنية هندسية التكوين بتصميم غاية في البساطة والحداثة. أما عن غرفة المعيشة فهي تختلف بشكل كبير عن غرفة الاستقبال أو غرفة الطعام، وبيغلب عليها ذات الطابع المودرن المبسط في الديكور. وبتتميز غرف المنزل جميعها بطراز موحد مما يخلق الهدوء والراحة. وعن تصميم مطبخ الفنانة نانسي عجرم فهو تصميم شديد الحداثة على طراز مفتوح كالمطبخ الأمريكي، مع بعض الأجزاء المعدنية اللي بتديه طابع عصري خاص. وعن غرفة أطفال الفنانة نانسي عجرم تجد بساطة أخرى في الشكل وفي التصميم، ولكن بشكل لا يخلو من الحميمية والدفء. من المعروف عن الفنانة نانسي عجرم إنها بتحب أطفالها جدا، بتحب تقضي معاهم أطول وقت ممكن. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وما تنسوش لو أول مرة تشوفوني تعملوا لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.